رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. دلوقتي هتكلم معاكم في ازاي انا كأم اقدر استغل شهر رمضان في اني ازرع قيم وعادات وفضائل اخلاقية ومهارات شخصية في حياة ابني. سلوك علشان يبقى جزء من شخصية ابني محتاج ان انا احوله من سلوك عادي لعادة لجزء من شخصية ابني، وده بيتطلب مني اني اعمل عملية تكرار للقيمة او للمهارة الشخصية اللي انا عايزة ازرعها في ابني. ومفيش احسن من رمضان علشان يكون فيه تكرار لمدة 30 يوم اقدر ازرع فيهم القيم اللي انا عايزاها في ابني. تعالوا اقول لكم زي ايه. الفطار والسحور هي لمة الاسره حوالين سفره واحده في قعده واحده، فنقدر نقول ان هو عامل زي الفاميلي ميتنج كده، قاعدين بنتكلم وبندردش وبنسمع اخبار وبنشوف مقاطع بنعلق عليها سوا. حد فينا يقول مدح، يقول شكر، يقول تقدير. في ناس مننا تطلب انها تتقدر. يا جماعه انا تعبت النهارده في المطبخ، مش هتقولوا لي شكرا. نتكلم في حلول طرحناها قبل كده، في مشاكل حصلت النهارده نطرح حلول لمشكله قبلنا، نفكر في العزومات اللي هنتعزمها او اللي هنعزمها، نفكر في الوجبات اللي احنا ممكن ناكلها طول الشهر. كل الحاجات دي بتخلي الطفل عنده قيم كتير قوي في اجتماع الاسره حوالين سفره واحده. طيب ايه هي المهارات اللي الطفل هيتعلمها من لمة العيلة حوالين سفرة واحدة وكلامهم ودردشتهم وتقديرهم لبعض؟ الطفل هيتعلم مهارات العرض والتقديم، مهارات الاستماع، الاحترام المتبادل، مهارات حل المشكلات، ثقافة الشكر والتقدير، الابداع والابتكار وطرح ومناقشة الاخطاء.